التعافي عادة بيكون قرار، بس في أوقات كتير إحنا اللي بنقرر نأخر التعافي. وهنا إحنا بنتكلم على التعافي وليس الشفاء، لأن الشفاء من الله، ولكن التعافي أوقات كتيرة بيكون بإيدينا. وهنا السؤال، عارف إيه اللي ممكن يعطل تعافيك أكتر من أي حاجة؟ إنك تفضل مستني الوقت المناسب، مستني تبقى جاهز، مستني ظروفك تتحسن، مستني تحس انك اقوى شوية عشان تبدأ، وتفضل تقول لنفسك لما اهدى هبدأ، لما ظروفي تتحسن هبدأ، لما ابقى مستعد هبدأ. لكن المشكلة ان الوقت المناسب ممكن ما يجيش اصلا، والتأجيل اللي بتفتكره مؤقت ممكن يتحول لشهور، لسنين. علشان كده لازم تفهم حاجة مهمة جدا، ان انت مش محتاج تكون جاهز عشان تاخد قرار التعافي. انت محتاج تاخد قرار التعافي علشان تبقى جاهز. ما تستناش ان الخوف يختفي عشان تبدأ. ابدأ رغم الخوف. وما تستناش انك تبقى قوي من اول يوم. خد خطوة صغيرة وبعدها خطوة، وما تبصش للطريق كله مرة واحدة. حاول تسأل نفسك مرة واحدة بس، ايه الخطوة الصح اللي ممكن اقدر ان انا اخدها النهاردة؟ ولو محتاج مساعدة اطلبها. طلب المساعدة عامة مش ضعف، بالعكس. أحيانا الاعتراف إنك محتاج حد يساعدك هو أول قرار قوي في طريق التعافي. مش هتقدر تتعافى غير لما تواجه المشكلة وتبص لها. وده بيحصل كتير مع مرضى الفصام أو البايبولر، إن هما بعد وقت كبير من إن هما بياخدوا الدواء، معظمهم بيبدأ في نسبة كبيرة تبدأ إن هي تتحسن. ولكن بيكون الفكرة كلها إن هو ما بيواجهش نفسه يعرف هي فين المشكلة، هل أنا المشكلة ولا حد تاني. عشان كده طبيعي جدا إنك تقع، وطبيعي يكون في أيام صعبة، وطبيعي إنك تحس إنك رجعت خطوة لورا ما خدتش خطوة لقدام. لكن أهم حاجة، ما تعتبرش الوقعة اللي أنت بتقعها دي نهاية الطريق. لو وقعت قوم، ولو اتأخرت ارجع، لو ضعفت اطلب المساعدة وكمل. ودي أهم حاجة، لأن التعافي مش معناه إنك مش هتتعب، ومش معناه إنك مش هتغلط، ومش معناه برضو إن أنت هتفضل قوي كل يوم. مش كل يوم هتقدر تبقى بنفس القوة. التعافي معناه إن كل يوم تختار إن أنت تكون نفسك بشكل جديد. فالنصيحة، لو أنت لسه بتقول هبدأ لما أبقى جاهز، ممكن تكون مستني حاجة هتيجي بالشكل اللي أنت متخيله، والحاجة دي ممكن ما تجيش. ابدأ، خد خطوة، خد القرار، اطلب المساعدة أصلا. ما تستناش تشوف الطريق كله عشان تبدأ تمشي، لأن التعافي قرار، والقرار ممكن يبدأ النهاردة. واجه نفسك وخد قرارك. واتمنى لكم حياة سعيدة، واشوفكم على خير.